الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم يومكم، هذا عيدكم، هذا يوم الفرح والسرور الذي أمركم فيه ربكم تبارك وتعالى بأن تظهروا شعيرة ربكم سبحانه وتعالى. في مثل هذه الأيام المباركة، في عرفة وفي أيام التشريق، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خطبا عظيمة، أرسى فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الجاهلية، وبين للناس ما يهمهم في دينهم ودنياهم، وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ بعده عن الصراط المستقيم إلا هالك. فبين بيانا كافيا، وأشهد الله رب العالمين على ذلك، ثم أشهد الناس فقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إنكم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد. نأخذ عباد الله في هذا العيد كلمات مباركة من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا اليوم المهيب. قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن ربكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ففي هذا الكلام العظيم قرر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا مباركا، وهو أن معيار التفاضل عند الله رب العالمين ليس النسب ولا الشرف ولا المال ولا اللون ولا الجاه ولا السلطان، وإنما المعيار هو تقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الخطب أنه نظر إلى الناس فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم حرام. أي شهر هذا؟ فقالوا: شهر حرام. أي بلد هذا؟ فقالوا: بلد حرام. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
دماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ فأشهد الله رب العالمين على أن دماء المسلمين معصومة، وأموال المسلمين معصومة، وأعراض المسلمين معصومة بعصمة الله لها. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن الكلام المبارك الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع، ذكر موجبات الجنة فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هكذا عباد الله بين لكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجبات دخول الجنة: تقوى الله، وإقام الصلاة، وصيام رمضان، وزكاة المال، وطاعة ولاة أمر المسلمين فيما لا يخالف أمر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومما قرره نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال: إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله، كتاب الله، من تمسك به أعزه الله، من تمسك به نصره الله، من تمسك به رفعه الله جل وعلا في دينه ودنياه. وإذا نبذت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله خلفها ظهريا أذلها الله رب العالمين. يا أمة محمد، كتاب الله عزكم، كتاب الله فخركم، كتاب الله هدايتكم، كتاب الله منهاجكم الذي تسيرون به إلى الله رب العالمين جل وعلا. فمن امتثل الأمر واجتنب النهي فقد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وإن من الكلام النافع العظيم الذي ذكره النبي الأمين مبينا وحاثا الناس على التعلق بالآخرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الموحدين والمخلصين والصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم المهيب، في هذا اليوم العظيم، في هذه الخطب المباركة، لم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام النساء، فخاطب الناس فقال:
استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بكلمة بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء بالقول والعمل، بأن يكون الرجل خير الناس لأهله كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، وحقهن الإكرام وحقهن التوسعة، لكن ينبغي على النساء أن يتقين الله عز وجل في أزواجهن، وأن طريق رضا الرب هو رضا الزوج، فمن أرضت زوجها فقد أرضت ربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. ولما جاءته المرأة تسأل قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. عباد الله، نحن في يوم عظيم صلوا فيه الأرحام، صلوا فيه الأرحام، فهي وصية ربكم ووصية نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان قاطعا لرحمه فهذه فرصة ليصلها لله رب العالمين جل وعلا، وإلا فإن قاطع الرحم قد توعده الله بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، اجعل هذا العيد مباركا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يسر لهم كل خير واصرف عنهم كل سوء وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وألبسنا لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا، وجنب قلوبنا الغل والحسد والحقد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادك موريتانيا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنعم عليها بالخيرات والبركات يا رب العالمين. اللهم صب عليها الخير صبا صبا. اللهم من أراد بها وبأمنها واستقرارها خيرا فأعنه ووفقه يا رب العالمين، ومن أراد بها سوءا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل اللهم الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم.